كتير من الحاجات اللي بحاول اعملها في حياتي بتقف. رايح مصلحة حكومية، رايح اقابل دكتور اقدم له مثلا بحث، رايح اعمل محاضرة، اكتشف ان في سنة نبوية مهجورة لو عملناها هتسهل حاجات كتير قوي، الا وهي سنة تعريف النفس بالاسم الثنائي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم الوفود يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عبد الله رسول الله. يعرف نفسه. ولما جاله مرة واحد يخبط فقال له من؟ فقال أنا. فأنا مين يعني؟ فالنبي قال أنا كأنه كرهها. إيه أنا مين يعني؟ ما تقول أنت مين. فلما تيجي تروح لحد ولا تروح مصلحة حكومية ولا تروح شغل ولا تروح حاجة، السلام عليكم، هو منين؟ مش عارف مكتب كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي فلان الفلاني، موظف في كذا أو طالب في كذا، كنت بس بسأل على الورقة الفلانية تخلص ازاي، الحاجة الفلانية تتعمل ازاي. بتسهل كتير قوي. أنا نفسي جربتها مرة، كنت في مصلحة حكومية، وحد كانت واحدة ست كبيرة بتعمل مش عارف ورقة ومش عارفة تعملها، أو الطابور طويل أو مش عارف ناقصة حاجة فقلت لها طيب ثانية واحدة ورحت صليت ركعتين. دايما اصلي ركعتين فالحاجة تخلص. فلقيت حد كبير معدي، قالوا لي ده مدير زي مدير المكان او كده. فدخلت عليه وسلمت عليه. انا اسمي رامي اسماعيل، كنت ساعتها في امتياز، طبيب امتياز في جامعة كلية الطب في جامعة القاهرة، وانا جاي اشكرك على اللي انت بتعمله. اولا انا ما اعرفش هو المسؤول ولا هو جاي زيارة تفتيش، لان انت، واقول له حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، احسسه بقيمه الكلام اللي هو بيعمله من ناحيه الاخره. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: ان لله اقواما اختصهم بقضاء حوائج الناس، حبب اليهم الخير وحبب الخير فيهم، اولئك هم الناجون من عذاب النار يوم القيامه. فانت بتعمل خير انك بتساعد الناس بغض النظر. فانا جاي اشكر حضرتك بس وخلاص. وممكن بقى لو جه في قلبي ان ربنا اللي بيفعل، اوعى يجي في قلبك ان الفلان اللي بيفعل، تقول له لو ممكن تساعد الانسانه الفلانيه، ست وعايزه كذا كذا. قال لي طب تقف في الطابور. قلت له ده الطابور تحت واقف صعب قوي. قال لي طب خلاص ممكن نعمله بشكل استثنائي في المكتب الفلاني، يا فلان تعالى طلع لها الورقه دي. قال لي تدفع الرسوم تحت. كنت انا طالب ساعتها، قلت له طب انا هدفعها معايا عشان هي غلبانه، او حضرتك ادفعها بقى من فلوس الصدقه بتاعتك، انت بتساعد الست كمل لها. راح عامل لها مش عارف، كانت ورقه كده شهاده مش عارف ايه ولا بتاع، مش فاكر، من سنين طويله. قلت له طب اعمل لها واحده تانية بقى بالمره يا فندم صدقه. فبقى هو بقت هي فرحانه اما خدتها، وبقيت انا فرحان اني ساعدتها، وبقى هو فرحان انه طلع صدقه لواحده محتاجه وعمل خير. تخيل لو كنت انا مثلا اديته بقى رشوه ولا حاجه، كانت بقت مشكله. لكن بالدعوه وبالدعاء ربنا يخلص لك اي حاجه، وبالسنه المهجوره بتاعت انك تقدم نفسك بالاسم الثنائي. لو تفتكر مره لما كانت واحده اسمها السيده زينب، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار ولو بحليكن. يعني تصدقوا يا معشر النساء ولو بالحلي بتاعتكم. فالسيدة زينب كان زوجها ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، خفيف ذات اليد، يعني ما معهوش فلوس كتير. فقالت له ينفع تصدق عليك؟ رحت اسأل النبي. فقال لها ما اعرفش، اسأليه انت. فراحت خرجت لقيت واحدة من الأنصار رايحة نفس السبب، لقيتها برضو عايز تسأل نفس السؤال، فقالت لها. فراحوا عند النبي وقد ألقي عليه مهابة، ما قدروش يدخلوا يكلموه. فكان سيدنا بلال واقف، فقالوا له قولوا له امرأتان بالباب، واحدة من الأنصار وزينب، بس ما تقولوش احنا مين يعني. فقالوا يا رسول الله امرأتين بالباب بيسألوا ينفع يتصدقوا على أزواجهم؟ فقال من هما؟ قال زينب وامرأة من الأنصار. فقال أي الزيانب؟ يعني زينب مين؟ دليل ان مهم قوي الاسم الثنائي. فساعتها قال له زينب امرأة ابن مسعود، يعني ما قالش زينب بنت فلان، فده دليل على ان الست تلقب باسم زوجها بعد الزواج. فقال له قول لهم ينفع الصدقة على أزواجهم الفقراء فهي صدقة وصلة. فجميل قوي انك تأدي، حتى لما اكون مثلا في لجنة ولا حاجة اقول لواحد انا يا سيادة الضابط مثلا، او لما اقول له يا معالي الباشا او يا سعادة البيه، غير لما اقول له انا اسمي فلان الفلاني، اتشرف باسم حضرتك. هيقول لي مثلا الرائد كذا، النقيب المقدم، اهلا يا سياده المقدم، سعادتك يا استاذ محمد، يا فلان، يا رائد، يا سياده الرائد فلان، باحترام وبادب. وهو يلاقي فيه اسم. ان من الجفاء ان يلقى الرجل اخاه فلا يعرف اسمه ولا اسم ابيه، فتعرف اسمه بقى، حس بود. وشكرا يا استاذ، وشكرا يا دكتور رامي، محمد، حسين، علي، بقى في ود ومحبه. ويمكن يقول لي خلي بالك المكان اللي جاي هتلاقي حسين، الرائد حسين، قول له المقدم محمد بيسلم على الدنيا، هتلاقيها اتسهلت. بس دعاء ودعوه، كلمه طيبه عن ربنا ولو حديث نبوي تذكر بيه، وعرف بنفسك اسمك واسم والدك، هتلاقي ابواب كتير اتفتحت بالنيه دي.
وقف قدام ربنا بالعرض عشان ما يوقفكش قدام الناس بالطول. واحد قالها لي فقلت له معناها ايه؟ قال لي يعني اقف قدام ربنا في صلاة الفجر في الصف الاول صلي لله، وقف في الصف بالعرض، بدل ما تاني يوم تروح تخلص ورقك تلاقي طابور طويل ربنا يوقفك صف بالطول. فاللي يقف قدام ربنا بالعرض ما يوقفوش تاني يوم صف، يعني اللي يرضي ربنا ويصلي ربنا ما يعطلوش مصالحه. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم من امام نيل مصر الجميل. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل يحييكم، واشكر الدكتور احمد رفعت اللي بيصورنا التصوير الجميل ده. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.